القرآن الكريم من القاهرة. اللهم إن هذا صباحك قد أهل، فاجعل يا ربنا صباحنا صباح الصالحين، ومساءنا مساء الشاكرين، وألسنتنا ألسنة الذاكرين، وقلوبنا قلوب الخاشعين، وأبداننا أبدان الطائعين، وثبتنا واختم لنا بذلك. تمام 7 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، القارئ الشيخ محمد رفعت يتلو علينا بدءا من الآية 18 من سورة يونس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم إن هذا صباحك قد أهل، فاجعل يا ربنا صباحنا صباح الصالحين، ومساءنا مساء الشاكرين، وألسنتنا ألسنة الذاكرين، وقلوبنا قلوب الخاشعين، وأبداننا أبدان الطائعين، وثبتنا واختم لنا بذلك. تمام 7 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، القارئ الشيخ محمد رفعت يتلو علينا بدءا من الآية 18 من سورة يونس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. صباح الخير عليكم، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وبأحسن حال. النهارده جاياكم في فيديو جديد، روتين قوي جدا جدا مع بعض هنعمله. اتمنى ان انتوا بس في بداية الفيديو تدعوا لامي وابويا دعوة حلوة كده من قلبكم بالرحمة، ان ربنا يرحمهم ويرحم جميع امواتنا واموات المسلمين جميعا باذن الله. وكمان تدعوا لي انا دعوة بهديان السر وراحة البال، اللهم امين يا رب العالمين. في بداية الفيديو زي ما شفتوا كده حبيت اوريكم صباحي كان عامل ازاي. انا النهاردة بصراحة ما عنديش شغل كتير في البيت، يا دوب كده ترويق على الوش كده، والأوضة دي كانت بصراحة محتاجة ان هي تتكنس وتتلمع، لاني ليا يومين بالظبط ما عملتش فيها حاجة. طبعا من وقت للتاني زي ما بقولكم حاولي تعملي كل حاجة اول باول زي ما عودتكم معايا في الفيديوهات اللي عدت، ان احنا بنعمل الحاجة بتاعتنا اول باول علشان ما تترقمش علينا، ولما نيجي نعملها نبقى متقدرين ومش قادرين نعمل حاجة.
بصراحة حابة ان انا اتكلم معاكم في موضوع كده. مش عارفة، انا بصراحة يعني الموضوع ده مش عاجبني خالص. من وجهة نظري انا، وكمان بلوم على الانسانة اللي هي اتكلمت كمان في الموضوع ده. هو بصراحة كان في رسالة كده على صفحة معينة من صفحات الفيس او من جروبات الفيس، كانت منزلة مشكلة بخصوصها. ان هي بتحكي بتقول اني انا جوزي كويس، حالته المادية كويسة، بيحبني وكمان بيتعامل معايا بما يرضي الله. احنا لينا مع بعض 7 سنين متجوزين، ولكن لحد دلوقتي ما في ربنا ما أردش ان احنا يرزقنا بأولاد او اطفال. ولكن رغم ذلك احنا مبسوطين وراضيين ومش مستعجلين ابدا على الخلفة. لحد هنا تمام جدا. وكمان قد ايه هو صبور معاها، وقد ايه هو كمان بيحبها وبيقول لها على كل حاجة حاضر، مش بيرفض لها طلب. طيب، بما ان الرسالة بدأت بكده في الاول، اكيد انتي هتشكي او هتقولي مثلا اني لا، في الموضوع حاجة غلط. وبالفعل لو انتوا كملتوا الحكاية هتلاقوا اني بدأت بقى تقول ان جوزها وحيد على 5 بنات. وده كان بالنسبة لها مشكلة، ان هو دلوعة امه، وان هو كمان بيحب قعدة الستات بحكم ان هو اتربى وسط بنات. ففجأة كده تقول ببقى قاعدة في شقتي بما يرضي الله كده تمام، مفيش اي حاجة، وهو بيبقى قاعد فجأة يطلع البلكونة لو ليه جارة طالعة تنشر او طالعة واقفة في البلكونة، يقعد يحكي معاها بالساعات من غير ما يمل، والكلام كله في محور الستات، يعني في حاجات اللي هي المفروض الست تتكلم فيها، سواء في اسعار خضار، سواء في امور البيت، في النظافة. الاول كنت بقول طيب، يعني انا يعني هي نفسها بتقول انا استغربت، هو طب ليه بيبقى كده؟ ولكن مع الوقت بقيت لا، الموضوع بقى يضايقني. يعني الاول كنت بفوت، دلوقتي لا، الموضوع بقى يضايقني. وكان دلوقتي بالظبط بقى ان هو الموضوع يتطور زيادة، وان هو كل حاجة حاضر حاضر حاضر، مفيش حاجة ابدا حتى لو كانت ممكن تيجي عليه يقولي عليها غلط. فدي بالنسبة لي انا مشكلة. انا اقول لكم ليه انا الموضوع نفسه مش عاجبني من وجهة نظري. دلوقتي 3/4 الستات بتعاني جدا من جوازها. يعني الواحدة تتمنى ان جوزها يقول لها حاضر ونعم على كل حاجة تمام، طالما الحاجة دي بتبقى في حدود اخلاقها الكويسة والدين والشرع بيسمح بكل ده، وطالما ان هي مش هتتعدى حدودها يعني. فاكيد طبعا بتتمنى ان جوزها يقول لها حاضر ونعم على كل حاجة. فانا بلوم عليها في الحتة دي. الحاجة التانية، لما يبقى مسالم معاكي في البيت، هو ايه المشكلة؟ الرجالة اللي زي كده انقرضت يا حبيبتي، يعني ما بقاش في رجالة تبقى مسالمة معاكي في البيت. اما بالنسبة لان هو وحيد على 5 بنات، والحاجة دي مؤثرة في تكوين شخصيته، فمعلش اكيد كان في فترة خطوبة، اكيد كان في الفترة دي تصرفات او مواقف حصلت، اكيد كانت بينتلك قد ايه هو تكون ميوله لحاجة زي كده. ان هو يحب قعدة الستات عادي. يعني هو لو خرج مع جارتك اتكلم، طالما في الخضار وفي الحاجات دي انتي متضايقة ليه؟ انا شايفاها ان هي مش حاجة تضايق من وجهة نظري، طالما بيتكلموا في اسعار خضار وستات كبيرة. يعني انا برضو عايزة اقول لكم برضو ان هي قالت اللي بيتكلم معاهم ستات كبيرة ده كويس، يعني هما مش ستات صغيرة، وبيحب ان هو يتعامل معاها. طالما ستات كبيرة قد امك وامي وستي وستك عادي، يعني ده دليل ان هو راجل محترم وكويس وبيحب يسلي الناس الكبار في حدود العلاقات الطيبة والحكاوي اللي هي الطيبة او السيرة الطيبة. انا بالنسبة لي بصراحة المشكلة دي كانت مش مريحاني. يعني ما فيش مشكلة، هو بس دلع، يعني اللي هو داخلة الجروب تحكي حاجة، انا من وجهة نظري دلع، او هي مش، يعني هي بالنسبة لها شايفة ان الموضوع مشكلة. طالما هو معاكي راجل ومكفيكي، يعني انا من وجهة نظري طالما هو مكفيها وراجل كده في نفسه وقادر يفتح بيته ومراعي ربنا فيها، خلاص في داهية اي حاجة تانية. وطالما برضو بيتعامل مع
الجيران اللي هم الكبار في السن اللي هم فيها علاقة احترام ووقار، ده في وجهة نظري حاجة كويسة جدا، يعني مش شايفة ان هي عيبة حاجة تعيبه. اما ان هو بيحب قعدة الستات او بيطلع يطمن على الجيران، فدي انتي بينك ما بينه كده ان هو لو مثلا بيحب يقعد وسط ستات او وسط كده، بينك ما بينه كده قولوا له لا ما ينفعش، هيتقبل منك. لكن لو قاعد وسط اخواته طبعا لا ما ينفعش تقولوا له لا ما تقعدش وسط اخواتك. ولكن لما بيطلع يتكلم مع الجيران وبيحكي، اكيد ده كان غرضه يعني ان هو يطمن عليهم او ان هو يبقى بيفتح معاهم حوار عشان يسليهم ليس اكتر يعني. بس كده، انا ده كان الموضوع او الموقف اللي بصراحة اللي انا لقيته وقلت لازم اشارككم معايا الموقف ده. طبعا زي ما شفتوا خلصت اوضة نومي، وكمان طلعت لمعت بقى وضبت البيت كده توضيبة عفوا خفيفة، وقلت ايه بقى اوضب الدنيا ولمع، لاني معايا في اليوم ده كان يوم عويص شوية، يعني مشغول معايا شوية. اول ما صحيت من النوم زي ما شفتوا كده قلت لازم اخلص كل اللي ورايا، علشان بصراحة كان كنت خارجة في اليوم ده بودي بنتي الدرس وكده، فبحاول انجز كل حاجة ورا بعض. طبعا لمعت وكل حاجة، على فكرة لمعت الخشب وكل الترابيزات والكلام ده، بس انا مش بجيب معاكم اللقطة دي عشان ما تملوش مني. تمام، اول فيديو ما يطولش، وانا بالعافية كده مخليه 25 دقيقة الا يعني، ما علينا. زي ما شفتوا الصلاة بتاعتي تمام، وأوضة نومي كمان تمام. هنا بصراحة كانت كنت راجعة خلاص من الدرس، يعني أنا بودي بنتي وبستناها في مكان الدرس ساعة، وبرجع برضو باخدها، يعني احنا وراجعين بقى ومروحين البيت. ده الطريق بتاعنا، قلت اشاركه بقى المناظر الحلوة وطريقنا. على فكرة ده النيل بتاعنا. بحب قوي جدا ان انا فترة ان انا مودياها وانا مروحاها دي، بغير، بحس نفسي ان انا بغير من نفسيتي شوية، ان انا بشوف الشارع وبجدد كده معاكم الطاقة بتاعتي. بس كده. طبعا انا بوديها وبجيبها علشان طبعا الدنيا دلوقتي مش امان، وحوادث السرقة والخطف في اطفالنا، ربنا يحفظهم يا رب ويحفظ اولادكم اجمعين. فبيبقى في خطف كتير جدا بنسمع عنه كتير كتير. بعد ما رجعت خلاص ونيمت بنتي كمان، قلت بقى ايه، ادخل اعمل الاكل بتاعي. كنت في اليوم ده كنت طبخة، طبخت طبعا كوسة باللحمة ني في ني، وكمان سبانخ، وكنت عاملة كرنب، بس انا ما جبتش معاكم الكرنب. تمام، هوريكم بس ايه في النهاية. هعمل معاكم دلوقتي الكوسة، وكمان هعمل معاكم السبانخ. عايزة اقولك الكوسة من احب الاكلات لقلبي، وكمان سهلة جدا ومش بتاخد تسوية كتير. فانتي لو مستعجلة في يوم حبيتي ان انتي تعملي اكلة سريعة، انصحك ان انتي تعملي الكوسة، لان التسوية بتاعتها مش كتيرة قوي. فانا بعمل ايه في الكوسة، بعملها ني في ني زي ما عودتكم، اكلي كله ني في ني. انا هنا كنت فرمه البصلة بتاعتي، هي بصلة بس متوسطة الحجم، فرماها حلو جدا، مش ناعمة قوي خالص ولا خشنة جدا، يعني وسط. تمام. وعندي هنا فرمة طبعا التوم، فرمة للكوسة وفرمة للسبانخ. سلامتك يا ماما. طبعا دور البرد ده ماشي في الاولاد كلها، ربنا يا رب يحفظهم. بس كده. شوحت كده قد كده ربعاية من المعلقة تومة، علشان تدي ريحة مع الكوسة بتاعتي، ما تكتريش قوي في الكوسة توم. تمام. بس اول ما تيجي تطلع الريحة والبصلة بتاعتي تدبل، على طول هتلاقوني دلوقتي بحط الكوسة. انا ليه ما بحطش الكوسة بعد الطماطم؟ بصراحة بحب قوي اشوح الكوسة مع البصلة والتومة، عشان تاخد من الطعم بتاع البصلة، تتكرمل مع البصل. وبحب كمان احط البهارات بتاعتي قبل ما احط الطماطم بحط لها بابريكا بس اول ما باجي اضيفها على الكوسة، يعني ما بحطش اي بهارات، يعني بتبل الملح والمرقة والفلفل الاسود والكمون والكزبرة، كل ده مع الكوسة والبصلة والتومة. تمام، علشان تدبل كده، وزي ما نقول ايه، تاخد من الطعم. انا بحب قوي الطريقة دي. تمام، بشوحها كده سيكة يدوب دقيقتين 3، وهتلاقوني حطيت على طول الطماطم يدوب تاخد غلوتين، وبطفي عليها
واحطها على احط فيها اللحمة عفوا، واضيف لها كمان كبشتين شوربة وادخلها الفرن. طبعا اللحمة لما يعني دايما اتعودي لما تيجي تحطي لحمة في الطبيخ بتاعك وهتسويه في فرن، اوعي تعمليه تطيبيها قوي، يعني خليها شديدة سيكة كده، ما تخليهاش خالص للنهاية. هقولك ليه، علشان طبعا بتكمل تسوية في الفرن، فانتي لو عملتيها مهرية قوي، يعني انتي طيبتيها مهرية قوي، هتلاقيها مش ماسكة نفسها في الطبيخ، ومش هتعرفي حتى تاكليها او تطلعي النايب كده كامل. فهماني عايزة اقولك ايه؟ بس كده زي ما شفتوا حطيت الطماطم بتاعتي وحطيت البابريكا، علشان دايما بحب الطبيخ بتاعي يبقى احمر، ما يبقاش كده باهت، او اللي هو الطماطم ما تبقاش غامقه. تمام. هنا كانت الحله بتاعتي خلصت وطفيت عليها، وكمان استنيت عليها 10 دقايق، وهبدا افتح الصفاره بتاعتي زي ما شايفين علشان البخار كله يطلع. شايفين؟ بس كده اول ما البخار كله ده خلاص يخلص كده خلاص، يعني ما يبقاش فيه اي بخار، هروح افتح غطا الحلة زي ما شايفين اهو، وهبدأ احط اللحمة بتاعتي في الكوسة. طبعا انا سايباها تغلي غلوتين على النار علشان هدخلها الفرن على طول، وبكده اكون خلصت اول وجبة. لعلمكم انا بادئه متاخر الطبيخ، لان انا يعني انا كنت عاملاها عشاء، ما كنتش عاملاها غدا، يعني انا طبخت عشاء ما طبختش غدا. تمام. فانا بدأت متأخر، فكنت عايزة انجز بسرعة، وكنت بصراحة عايزة اخلص، لاني زي ما عارفين في اليوم ده بيبقى الكرنب بقى وسبانخ وطبيخ، فبيبقى اكيد الطبيخ بياخد وقت، طالما لو انت عندك محشي اكيد بياخد وقت. تمام. الكرنب بتبقي سلقاه قبلها بيوم، وبتبقي لفاه عادي، وبتحطيه في التلاجة، تاني يوم تزوديله شوربة وتسويه كده بسرعة، يعني هيتسوى على نار هادية، هيبقى طعمه تحفة. ولكن لو عملتيه كله في يوم واحد هتحسي ان في مجهود شوية. تمام. فانا دايما الكرنب يعني فبساعد ماما فيه قبلها بيوم، فبنخلص منه بقى وبنركنه وبنعمله تاني يوم بنحط له الشوربه بتاعته. تمام. هنا زي ما شايفين اللحمه اهي بتاعتي غرستها في الدمعه، وحطيت الشوربه وخلاص، وكان الحياء بشوفه الحياء كان جميل جدا جدا جدا. تمام. انا هنا حسيت ان الكوسه بتاعتي عدمه شويه سيكه، رحت حطيت لها كيس مرقه كمان. بس كده بتبقي مسخنه الفرن، ودايما الاكل بتاعي بحطه على الشبكه، ما بحطهوش على الصاجه على طول، لاني بحب دايما التسويه بتاعه الاكل تبقى هاديه جدا جدا جدا، ما تبقاش متشعوطه او على نار عاليه. صدقيني الاكل بيفرق جدا لو انتي عملتيه على نار هاديه، بيفرق في الطعم وكمان في التسويه بتاعته، بتبقى كده مظبوطه ومش مهريه ولا اي حاجه، بالعكس بيبقى الطعم تحفه تحفه. عايزاكي لو انتي وصلتي لحد هنا اتمنى ان انتي تضغطي اللايك، وكمان تشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد بنعمله هنعمله باذن المولى تعالى. بس كده خلصنا. نبدأ بقى دلوقتي نعمل السبانخ بتاعتنا. السبانخ بتاعتنا هنحط الشوربة بتاعتك، طبعا زي ما عودتكم طالما غسله لحمتك كويس شوربتك هتبقى نظيفه، شايفينها ازاي، وكمان دسمه جدا جدا. ومن ميزه حله الضغط زي ما قلت لكم في الفيديو بتاع الريفيو بتاع حله الضغط، ان حله الضغط من وجهه نظري ان هي ما بتعملش ريمه للحمه. شايفين الدسامه بتاعتها حلوه ازاي. بس كده طبعا انا حطيت الشوربه بتاعتي وعلى قد معلقه رز كده كبيرة، غسلاها كويس قوي، الرز غسلاه علشان اسيبه يتسلق مع الشوربة، وهبدأ افرم معاكم السبانخ بتاعتي. طبعا الخضرة والسبانخ انا غسلاهم كويس قوي ومنقياهم، بترشي على قد معلقة كده بسيطة من الدقيق على الخضرة بتاعتك عشان هتفرمي طبعا السبانخ. بفرمها طبعا بالمخرطة بتاعتك، في ناس بتفرمها في الكبة او بطرق تانية كتير، ولكن انا بحب جدا سواء لو انا هعمل ملوخية او هعمل سبانخ بفرمها بالمخرطة بتاعتي اللي هي بتاعت زمان دي، اكيد كلنا عندنا منها. عايزه اقول لكم السبانخ في ناس بتحط لها كربونات، وفي ناس كمان
عشان يقولوا ايه لونها يبقى اخضر كده فاقع، ما يبقاش مغمق سيكا. عايزه اقولك انا ما بضيفش اي كربونات ولا اي حاجه، لان انا بصراحه ما بحبش اضيف اي حاجه للاكل غير تقليديه، يعني ما بحبش خالص. الحاجات اللي انا عارفاها بصراحه بضيفها، لكن الحاجات اللي انا مش متعوده عليها او بقي مش متعود على طعمها ما بضيفهاش. تمام. فانا مش بضيف اي حاجه. زي ما شفتوا الشوربه بتاعتي سلقت فيها الرز بتاعي، انا بخليها السبانخ مفرومه للدرجه دي، شايفين؟ خلاص كده كان الرز بتاعي استوى. هبدا احط كده التومه بتاعتي. ايوه بحط للشوربه يعني في الشوربه قبل ما احط السبانخ ولا اي حاجه التومه دي انا زي ما معوداكم ان انا بفرمها بملح وكزبره. تمام. بفرم التومه بملح وكزبره. وكمان اي حاجه خضره تعودي لما تيجي تعمليها، سواء باميه، ملوخيه خضره، او سبانخ، كزبره، تحطي كزبره ناشفه. يعني الكزبره بتفرق جدا في الطعم الاخضر او في الاكل الاخضر عامه. فاهميني ازاي؟ بس كده كنت دقت الحياء بتاعها. هبدأ احط دلوقتي السبانخ بتاعتي. عايزة اقول لكم السبانخ مش بسيبها تغلي كتير، هوريكم دلوقتي اللون بتاعها من قريب. يا دوب تاخد غلوة والتانية وابدأ ايه اقدح للسبانخ بتاعتي. تمام. شايفين؟ عايزه اقول لكم السبانخ كان في اليوم ده طعمها جميل والله العظيم. هي عامه السبانخ في الشتاء بتبقى طعمها جميل. يا سلام كمان لو قدمتيها في طاجن او سخنتيها في طاجن، يا لهوي على الطعم، بيبقى خرافه. عايزه اقول لكم والله ان انا بحاول اجيب طواجن الفتره دي، ولكن يا اما تفرقع، يعني انا دايما ماليش حظ في الطواجن. يعني دايما الطواجن الاقيها يا تفرقع يا مش متعتقه كويس يا مش عارفه، يعني ماليش حظ خالص. يا مسهل بقى انزل وابقى احاول اجيب كمان. بحب جدا الطبيخ يبقى في الطاجن في الشتاء. شايفين اللون؟ حاجه كده تبارك الله. انا حتى كده مقربها لكم من قريب، حاجه كده تبارك الله. طبعا دلوقتي بحب اقدح للسبانخ او اي قدحه عامه بالسمنه. عندك زبده حطي، انا بحب دايما اقدح بالسمنه. طبعا ده باقي التوم اللي انا فرماه. اول ما هاجي الاقي التومه بتاعتي اصفرت سيكه، اجي احط الكزبره الناشفه واجي اصبها على طول على السبانخ. بس كده. الفيديو بتاعي بسيط، يمكن 3/4 كان تحضير اكل وكده، ولكن حبيت ان انا اشارككم عامه اليوم بتاعي كان عامل ازاي. عايزه اقول لكم كمان بعد ما خلصت في اليوم ده كنت تعبانه جدا والله، ما كنت هلكانه. لما باجي اخرج في اليوم اللي بقى خارجه فيه من البيت بتعب حرفيا، جسمي بيبقى تعبني جدا وببقى مش قادره اعمل حاجه. بوصل كده لاخر اليوم ببقى مش قادره اتحرك حرفيا. فاهميني ازاي؟ بس فطبعا فرمت التومه زي ما شايفين، وابتديت ان انا ايه اصفرها كده. ابدا دلوقتي في المرحله دي احط الكزبره الناشفه. عايزه اقولك الريحه يا لهوي جميله، جميله جدا. دايما لو خدمتي الاكل بتاعك صدقيني هيطلع طعمه خرافه. شايفين اهو السبانخ؟ هبدا دلوقتي احطها اهو. عايزه اقولك كمان معلومه عن السبانخ، كل ما بتقعد السبانخ كل ما بتملح سيكه. فانا عايزاكي ما تملحهاش قوي وقت الحياء، يعني ما تخليش الحياء جامد اوفر وقت التسويه. شايفين الشكل؟ عايزه اقول لكم الريحه والطعم كانوا خرافه. ودي كمان شكل الكوسه بتاعتي بعد ما طلعتها من الفرن، اللحمه متحمره وزي الفل. ودي السبانخ بتاعتي بعد ما هديت. بس كده. طبعا بعد ما خلصت شطبت المطبخ بتاعي هوريهولكم اهو زي الفل. والعلبة دي كمان بوريكم، دي باقي الشوربة ما كبتهاش خالص، بحطها في علبة تلاجة وبحطها في التلاجة علشان لو حبيت اطبخ طبخة ومش عندي لحمة ولا حاجة استخدمها. احنا مش بنرمي حاجة. طبعا الست المصرية بتحاول على قد ما تقدر تحافظ على كل حاجة وما ترميش حاجة. تمام. خليكي ناصحه وفالحه كده وشاطره. هوريكم دلوقتي الاكل بتاعي. عايزه اقول لكم الاكل بتاعي ده تاني يوم. انا ما قدرتش اصور بعد ما خلصت الاكل اترميت، ما قدرتش اصور. ده كان شكله تاني يوم. شايفين؟ حتى تاني يوم
الشكل بتاعه كده كأنه معمول اول يوم. شايفين الجمال؟ ده كان باقي بصراحة الاكل، اكلناه الحمد لله. عايزاكم تدعولي بالصحة وكمان براحة البال. وكمان ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد بعمله. هعمله. استودعكم الله واستنوني في فيديو جديد. مع الف سلامة يا احلى ناس في الدنيا.